يلا يا عم خد بعضك وامشي من هنا، ولا اخويا بلا زفت. شكرا اخويا، شكرا يا سهل. انت بتكرش اخوك يا مشيته؟ انت ازاي يجيلك قلب تطرد اخوك بره بيتك؟ ازاي ما شفتهاش انا في حياتي دي؟ تعبنا، عارف يعني ايه تعبنا؟ بيعمل حاجات غريبة، احنا خلاص. طب تعالى طيب احكي لك على قصة، تعالى اقعد. قصة ايه يا ابو خالو اللي عايز تحكيه؟ قصة ايه؟ احكي يابا هقعد اسمعك. تعالى انا هسألك سؤال قبل ما احكي لك على القصة اللي هقول لك عليها دلوقتي. لو حكموا على 3 من اهل بيتك بالاعدام، الاولى مرتك، والتاني ولدك، والتالت اخوك، تختار مين؟ لا لو خيروني اختار ابني. يعني في المقارنة دي اختار ابني. ياض قول ايه انت؟ في ايه يا عم خطني يا عم؟ اهدى اهدى ابو عمو شوية، في ايه؟ اهدى. كيف تختار ولدك واخوك موجود؟ اسمع القصة يا ولدي وبعدين احكم براحتك، اعمل ما بدالك. اتفضل احكي. واحد كان اخوه محكوم عليه بالاعدام ومرته وولده، وقف قدام القاضي قال له واحد من ال3 دول هياخد براءة، اختار مين؟ من غير ما يفكر دقيقة يا ولدي قال له اخويا. القاضي استغرب كده، قال له ليه اخترت اخوك وسبت مراتك وولدك؟ قال له بص يا بيه، المرأة تتعوض، ممكن اتجوز عادي في اي وقت، الحريم كتير، والولد موجود لو اتجوزت اخلفه، اما الاخ لا، اللحم ودمي ما تعوضوش الدنيا ابدا. القاضي طلع لاخوه براءة. اللي عايز الخصه لك من القصه دي، اخوك ثم اخوك ثم اخوك، لازم انتوا التانيين تبقوا في ظهر بعض، ما ينفعش تعمل كده مع اخوك. الغريب لما يشوفك هيعمل ايه؟ تصدق عندك حق فعلا. لما حسبتها في دماغي لقيت ان الاخ هو الوحيد في اللي انت قلتهم دول اللي ما بيتعوضش. انا ممكن اكون جيت عليه كتير خلي بالك، بس والله العظيم كله عشان مصلحته. فكر زين، اخوك من لحمك ودمك، ما ينفعش تعمل معاه وتعامله بالطريقه دي مهما كان طايش. ما هو طيش شباب يا راجل. خليك واعي يا ولدي، خليك واعي وخليك حنين باخوك. روح صالحه، روح راضي اخوك. بس انا بجد لازم اراضيه ولازم اخليه في عناية، ولازم كتفي يبقى في كتفه واحنا الاتنين نبقى واحد. ما ينفعش نتفرقوا كده. لما الغريب يشوفنا بنتفرقوا كده الغريب هيعمل فينا ايه؟ بجد شكرا على نصيحتك يا ابو عمرو. ما تزعلش مني يا اخويا، ما تزعلش مني يا ابني. ما اقدرش ازعل منك يا اخويا، ما اقدرش ازعل منك.